سنحكي لكم قصة الشيخ البغدادي التونسي مع الجن. نبدأ قصتنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بدأت الحكاية عندما تواصلت إحدى أسر منطقة الحامدية، وهي منطقة أثرية قديمة في تونس، بالشيخ وصديقه الشيخ الجريدي، وطلبت منه أن يرقي بيتها، حيث اشتكت من أحداث غريبة تقع في هذا البيت ولم يجدوا لها تفسيرا، فالتجؤوا للرقية الشرعية. سألها الشيخ البغدادي: فسري لي أكثر، ماذا يحصل بالضبط؟ هنا انطلقت السيدة تسرد الأحداث المثيرة والعجيبة بالتفاصيل. بعد أن عاد ابني الأكبر إلى البيت، أصبحت أرى أشخاصا في البيت في بادئ الأمر ظننتهم لصوصا، ولكن سرعان ما لاحظت أنهم يختفون فجأة، ونسمع أصواتا مختلفة تصدر أحيانا من الأرضيات أو الجدران، وكذلك طعامنا نجد به شعرا وأشياء غريبة. ذات مرة كنت أنا وابني الصغير وجارتي في الغرفة، فظهر أمامنا أشخاص أنصافهم العلوية عارية وأنصافهم السفلية ضبابية كأنها طيف. قاطعها ابنها الأصغر وهو يخبر الشيخ البغدادي ذات يوم بعد أن صليت صلاة المغرب وأنا خارج من غرفتي، لمحت قطة سوداء نائمة على الأرض منكمشة على نفسها، فظننت أنها ميتة. أخذت غصنا وتفقدتها به، فاستيقظت ونطقت كلمتين بالعربية لم أفقههما، ثم هرعت تجري نحو المطبخ. لحقت بها فإذا بها اختفت في الظلام. نسيت أمرها وأكملت بقية يومي. أثناء نومي تلك الليلة رأيت أني صليت المغرب وخرجت من الغرفة، فوجدت أمامها رجلا أسودا كبيرا يداه طويلتان، يحمل بإحداهما عصا، وقال لي: لقد وجدتني نائما فأيقظتني. في تلك اللحظة استيقظت فوجدت سنا قد سقط مني، كأن تلك الضربة التي ضربني الرجل في المنام كانت حقيقية. التفت الشيخ البغدادي لصديقه الشيخ الجريدي أخذا يتحاوران بينهما، فقال الابن الأصغر: ألي قصة أخرى وددت أن أحكيها على مسامعكما. في إحدى ليالي الشتاء الباردة، إذ بي أسمع صوت طرقات قوية على الباب وأحد يردد اسمي، فظننت أنه أحد أصدقائي أو أحد الجيران. هرعت إلى الباب وفتحته ولم أجد أحدا أمامه. قفلت الباب وعدت أدراجي. فجأة عاد الصوت يتكرر، ولكن أكثر حدة وضجيجا، فتحسست بأذني مصدر الصوت، فإذا به آت من خزانة ملابسي. عدت للوراء وتسمرت مكاني، حين لمحت باب الخزانة يفتح لوحده، ويخرج منه رجل أصلع طويل القامة، عيناه تكسوهما لمعة غريبة، ويتنفس بشكل مروع ومرعب. يخرج من غرفتي وهو ينظر إلي ويمشي على 4 يديه ورجليه. لم أنم تلك الليلة من الرعب حتى الصبح. نظر الشيخ البغدادي لصديقه الشيخ الجريدي نظرة عزم، وقرران أن يشرعا في القراءة. بدأ في تلاوة الآيات الكريمة من القرآن. لاح الليل أسداله، وفجأة انقطعت كهرباء البيت، وبدأوا يسمعون صوت خطى فوقهم، واستمروا في القراءة رغم ذلك. فجأة عادت الكهرباء ليكتشفوا آثار خطوات في سقف الغرفة فوقهم، حيث سمعوا أصوات المشي. يقول البغدادي أنه لم ير هذا المنظر قط قبل ذلك اليوم. استكملوا الجزء المقرر تلاوته ذلك اليوم، ولاحظ نظرات الحزن على وجه الأم، فطلب منها أن تبيت الليلة عند أحد الجيران مع ابنها الأكبر، أما الأصغر فسيصطحبونه معهما حتى يعودا غدا ليستكملوا الرقية. وهذا ما كان. في اليوم الموالي عاد الشيخ وصديقه ومعهما الولد، وأخذا يقرآن الآيات من القرآن. فجأة سقط الابن الأصغر مغمى عليه. بعد قليل أخذ يصرخ بشدة، وبدأوا يسمعون أصواتا تضحك ضحكا هستيريا تنبعث من تحت الأرض مباشرة. سكت الشيخ البغدادي واستكمل الشيخ الجريدي القراءة، بينما صديقه يسأل الأصوات: من أنتم؟ ماذا تريدون من أهل هذا البيت؟ ما سبب وجودكم هنا؟ ظل يسأل ويعيد مرارا إلى أن أجابه الصوت: ارحلوا من هذه الأرض. ظل الصوت يردد هذا الكلام عدة مرات، حتى بدأ الولد يسترجع وعيه، وأخذ يستفرغ خيوطا وشعرا في منظر مهول. بقي الشيخان على هذا الحال أياما عديدة دون انقطاع، حيث رأوا فيها أحداثا أخرى غريبة. ذات يوم بينما الأم عند الجيران وهما يقرأن القرآن في البيت، طرق الباب، فإذا بالأم دخلت واستأذنك للدخول إلى الحمام. والذي يقع في آخر البيت، أي أن المار إليه أو منه، لابد أن يمر على مكان وجود الشيخان والولد، فدخلت وتوقفا عن القراءة
كي لا تسمعه الأم من مكان نجس. فجأة بعد مدة طرق باب البيت ففتحوا، فإذا بها الأم استغربوا واحتاروا من أمرهم من تكون تلك المرأة التي دخلت الحمام قبل مدة. وفي يوم آخر كانا يرقيان البيت، توقفا قليلا ليرتاحا قبل أن يستأنفا القراءة. يقول الشيخ البغدادي: غفوت قليلا، وعندما استفقت وجدت نفسي لوحدي في البيت المظلم، لا أحد معي. فجأة أسمع أصوات همس كثيرة من كل أرجاء البيت، فخرجت من البيت. وفي الغد سألت صديقي الشيخ الجريدي والمرأة عن ما حصل ليلة الأمس، فأخبراني أنني أوقفتهم فجأة وخرجت متحججا أني قد تعبت. وأكدت المرأة كلام صديقي مخبرة أن هذا ما قال ابنها حينما عادت في الصباح ووجدته نائما لوحده في البيت. يقول الشيخ البغدادي: استمرينا على نفس الحال أياما عديدة بلا نتيجة، إلى أن نمت يوما في بيتي فرأيت أني دخلت سردابا ضيقا كأنه قبر، وكان هذا السرداب قرب بيت الأرملة. ولما استيقظت صباحا التقيت بالشيخ الجريدي ورويت له الرؤيا، فأخذ يرمقني بنظرات دهشة وهو يخبرني أنه رأى نفس الرؤيا. ذهب الشيخان لبيت السيدة وسألاها ما إذا كان هناك سرداب قريب من البيت، فأكدت لهما السيدة أنه نفس السرداب الذي دخله ابنها ثم جن بعدها. قرر الشيخان أن يدخلا السرداب معا بعد صلاة فجر ذلك اليوم علهما يجدا جوابا يشفي فضولهما ويجيب عن أسئلتهما، وهذا ما كان فعلا. رافقتهما السيدة إلى باب السرداب القديم وطلبا منها أن تعود هي أدراجها للبيت. انطلق الشيخان في الظلام وهما يحملان مصباحا صغيرا، ظلا يسيران مدة ما يقارب 10 دقائق إلى أن ظهرت لهما أخيرا نهاية السرداب، حيث توجد سلالم قديمة تنقلك إلى الأعلى. صعد السلالم فإذا بهما في صحراء كبيرة لا نهاية لها. استدارا ناحية باب السرداب فلم يجدا له أثرا، صحراء خالية من كل الجوانب. فعلم أن هذا من أعمال الجن وأن الباب كان بوابة لعالمهم. أخذا يحفرا مكان الباب علهما يجدانه تحت الرمال بلا جدوى. يقول الشيخ البغدادي: فانطلقنا في الصحراء حتى لمحنا بيتا به أنوار، اتجهنا نحوه ونحن نشعر أنه يبتعد منا كلما اقتربنا منه حتى وصلنا إليه، فسمعنا به أصوات طبل ومزامير، ووجدنا داخله أشخاصا يرقصون على نار لا ظلال لهم ولا آثار أرجل. اقترب منا رجل من هذا القوم ذو ملامح غريبة مرعبة وأمرنا بالجلوس، وبينما أنا على وشكت الجلوس قلت: بسم الله، فاختفى الجميع من حولنا، وبقيت هناك أنا والشيخ الجريدي نستغرب. بينما نحن كذلك إذ سمعت صوتا خلفنا، التفتنا فوجدنا جسما ضخما أسودا يمتطي جملا أسودا قاتم اللون، وعلى رأسك تاج خشبي مرصع بالحشرات. صرخ بنا: لماذا جئتم إلى هذا المكان وهو محرم على بني آدم؟ اعترانا الخوف فقصصنا عليه أمرنا كله، فأجاب: لا دخل لكم بأمر ذلك الولد وذلك البيت، لقد جاء إلينا وضرب فردا منا فانتقمنا منه، أما ذلك البيت فهو ملكنا قبل أن يسكنوه. نحن مثلكم تماما، لا نحب من يزعجنا، عودوا من حيث أتيتم وانسوا هذا الأمر كله لتعيش سالمين. فأخبرناه أن باب السرداب الذي دخلنا منه قد اختفى، فطلب منا أن نعود لموضعه وسنجده ونعود من حيث أتينا، شريطة ألا ننظر خلفنا وإلا سنندم ندما شديدا. عدنا إلى مكان باب السرداب جريا، فوجدنا عنده جنيا جسمه جسم كلب ورأسه رأس إنسان يحفر في الرمال حتى ظهر باب السرداب. فدخلت أنا أولا وخلفي الشيخ الجريدي، مشينا مدة دون الالتفات للوراء. فجأة سمعت صوت الشيخ الجريدي يتمتم اسم أمه وأخذ يصرخ صراخا مهولا ثم اختفى صوته، لكن لم أستطع أن ألتفت إليه خشية على نفسي لأني ظننت أنه من الجن. استمريت جريا حتى وصلت إلى باب السرداب الخارجي وانتظرت أن يخرج الشيخ الجريدي بعدي، لكنه لم يفعل. بعدما انتشر الخبر في القرية بحث أهلها عن الشيخ الجريدي في كل مكان دون جدوى، كأنه لم يكن على الأرض يوما. عادوا إلى السرداب فلم يجدوه، اختفى هو الآخر. فقرر أهل القرية أن يهدموا بيت الأرملة وبنوا مكانه مسجدا وأسموه مسجد محمد الجريدي على اسم الشيخ المختفى. أما الأرملة وأبناؤها فاستأجر لهم أهل القرية بيتا يسكنوه،